السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي لمسة لونا تي في. واش راكم؟ كيفاش راكم مع رمضان؟ كش ما وجدتوا ما وجدتوش احكيوا لي شويه. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه خبيوها في عينيكم، خبيوها في عينيكم. خبز التورتيلا من انجح الوصفات اللي جربتهم. شفتوا اخدموا كونتيتي هكذا وخبيوها لرمضان. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، يجي ما يتكسر ما يدقدق. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، الصورة تعبر عن نفسها. درت لكم معاه طاكوس كراتيني في الفور، بنا مش نورمال. جربوا الوصفة وقولوا لي. وسمحوا لي برك الفيديو شوية طويل، يعني سييت نفيدكم قد ما نقدر، سييت نمد لكم كل النصائح اللي تستحقوهم، واللي يعرفوني بلي نمد حاجة من قلبي. جربوا الطريقة هذه، صدقوني يا البنات. والله العظيم غير من انجح الوصفات اللي جربتهم. يجي مفرمج مشخشخ، ما يجيش ناشف. واحد الطريقة يا البنات، راح تدعيوا لي عليها. هنا نروح مع بعضنا لطريقة التحضير. ما تنساوش ديروا لي جيم وكومنتير، تصليوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبداو في المقادير. انا لهنا واش درت؟ راح ندير كيما شفتوا في البلاطو هذاك الكبير. سي بور سا هزيت كيلو تاع سكالوب، فهمتوني؟ مي نتوما ديروا على حساب عدد افراد العائله تاعكم، فهمتوني؟ انا درت فيه هذاك الكبير، درت كيلو قد كيلو نتاع سكالوب. حكمتو، نحيت له هذيك الجلده نتاعو، نحيت له العظم، قطعته كيما شفتوني طرونشات هكذا. ما يكونوش خشن بزاف وما يكونوش رقاق، ديروهم نورمال برك كيما نقولوا متوسطين، ما تقطعوش رقاق خلاص كيما نعرفوا من بعد كي يطيب راح يتقلص. واش درت له نص مغرفه نتاع موطارد، وزوج مغارف تاع زيت، ومغرفه نتاع الخل، ودرت له شويه فلفل احمر، شويه فلفل كحل، شويه ثوم بودره، كزبر ملحي، شويه تاع كمون وزنجبيل والملح. هذا واش درت. انا ما نشتيش كيما نقولوا نشتي نخدم توابل انا اللي نديرهم. هاي مرفخ التوابل اللي نديرهم في الدجاج انا نخدمهم، مانيش مالفه نخدم بتاع شاورما هذوك يكونوا واجدين. انا نشتي نخدمها كيما نقولوا تسبيله بيدي انا نخدمها، فهمتوني؟ زدت له باطايورت ناتور ونحطوه يريح. يسمى واش درت على الدجاج، درت له زوج مغارف تاع زيت ومغرفه خل وباطايورت ناتور، شويه ملح، ثوم بودره، كزبر وكمون وزنجبيل وفلفل احمر. انا درت حار، اللي عنده هريسه تقدر دير. ونحطوها يتمارينا 4 سوايع 6 سوايع، فهمتوا؟ ديروا صباح والعشوة بداو خدموا به. ونروحوا مع بعضنا العجينه هذه خبيوها في عينيكم. شوف تسحقوها. شوفوا لهنا انا هزيت 500 غرام تاع فرينه، عفوا 500 غرام. كي تكيلوهم بالكاس تاع ام وليد راح يجيكم 3 كيسان بومبي، فهمتوني؟ 3 كيسان بومبي راح يجيكم 500 غرام. شوفوا انا وريت لكم المغارف اللي خدمت بهم. انا خدمت بهذه الصغيره خلاص، هي اللي كيلت بها. درت مغرفه بومبي، مغرفه عفوا مليحه، مغرفه عمرتها بالملح، ونص تاعها خميره تاع الكاطو، خميره الحلويات. درت مغرفه تاع ملح، تاع خل، 3 مغارف تاع زيت. هنا المغرفه اللي درت بها الخل والزيت هي المغرفه الكبيره خلاص، فهمتوني؟ راني مد لكم فيه كلش بالديتاي. اسمعوا واش درت 3 كيسان بومبي تاع فرينه، واش يخرجوا لنا 500 غرام، نص كيلو، فهمتوني؟ بعد هزيت المغرفه الصغيره خلاص، كيلت بها نص مغرفه خميره الحلوى ومغرفه بومبي تاع الملح، فهمتوني؟ هذو مقادير سوا. من بعد هزيت المغرفه الكبيره خلاص تاع الماكله عادي، درت بها مغرفه خل و3 مغارف زيت، نخلطوهم هكذا شويه في بعضهم شويه برك. من بعد نجيبو كاس بدرجه حراره الغرفه تاع حليب، فهمتوا؟ حليب الكاس الاول فرغوه كومبلي يا اخي. ومن بعد الكاس الثاني نص كاس تاع ماء. هنا اللي ما عندهاش الحليب دير مغرفه تاع لحظه، ديرها في لاباط وتلم بالماء نورمال، تفرغ الكاس الاول ومن بعد النص كاس الثاني. نص كاس تبداي تفرغيه بشوي، باسكو كاين فرينه تشرب كاين فرينه ما تشربش. انا نسيي نعطيكم في المقادير بالضبط، فهمتوا؟ البنات كاين بنات مبتدئات، نعطي لكم مقادير بالضبط بالمغرفه كما نقولوا. كاين اللي ما عندهاش الميزان، اللي عندها الميزان دير 3 غرام خميره، 6 غرام ملح، وتكلي على ربي. 30 غرام زيت و10 غرام ملح، 10 غرام خل.
نخلي لكم كلش في صندوق الوصف بالجرام وبالمغرفة. هنا كما شفتوني لميتها ما تكونش يابسة خلاص وما تكونش طرية خلاص. كما لفتوني نعجنوها شوية هكذا بيدينا باش المكونات هذوك يدخلوا مليح في بعضهم. نعجنوها شوية هكذا بيدينا ونحطوها تريح من 4 ساعة حتى ل20 دقيقة باش من بعد تكون واحد تخدموها تجيكم سهلة. هكذا نغطيوها ونحطوها تريح. هكذا خليوها تريح. انا زدت درت كونتيتي واحده اخرى قدها عاود درتها هكذا. بعد ما ريحت لنا لاباط نهزوها نوزنوها. انا واش راح ندير 80 غرام. البنات كاين دوك نقول لكم عفسه، كاين اللي المقله نتاعها تكون كبيره يا اخي، وكاين اللي المقله تاعها تكون كيما نتاعي تاع لي كريب نورمال هذيك متوسطه ما نخدم بها معكم. وكاين هذيك اللي طاجين تاع الحديد يكون شويه كبير تاع الكسره. كي تخدموا في طاجين تاع الكسره وزنوهم 100 غرام، فهمتوني؟ 100 غرام يعني تخرج لكم 8. وكي تخدموا كيما انا خدمت في المقله خرجت لي 10، يعني الكونتيتي تاع 500 غرام تخرج لك 10 ويبقى لك شوي، تسمى تخرج لك 10 ونص باسكو تقعد لك 40 غرام هكذا بالضبط كيما راني عطيتهم لك بالضبط. هنايا نخليوهم يريحوا ثاني 20 دقيقه باش كي نجيو نحلوهم يتحلوا معنا بالخف، يعاونونا في الحلين. نرشوا شويه تاع الفارينه فوق البوطاجي، رشي شويه تاع الفارينه باش تعاونك باش تحليها وبداي تحلي فيها. شوف راح تعطيكم الطوع كي تخليوها تريح هي على 2 مرات. كي تخليوها تريح راح تعطيكم الطوع في الحلين تاعها. شوف تحلوها نورمال. انا تالمو حليتها حتى جاتني اكثر من شوف وجاتني اكثر من المقله. اني وزنتهم 80 غرام. ها اللي عندها مقله كيما نتاعي انا توزنهم 80 غرام. دوك نوريلكم في الطاجين باش يبان لكم الطياب خير. هنا نحطوها شفتوا نحطوها في المقله تكون سخونه جوست 10 ثواني هكذا ونقلبوها. 10 ثواني نقلبوها 10 ثواني نقلبوها حتى يخرجوا لنا هذوك البنابل هذوك كيما راكم تشوفون. نحطوها في ساشي تاع نيلو ونغطوها بطرشونه ونخليوها تريح. شوفوا لهنا درت لكم في الطاجين باش تشوفوا معايا. شوفوا اني مانيش مسرعه لا فيديو مانيش مسرعه. شوف غير تحطوها في الطاجين يكون سخون. شوفوا كيفاش دير لكم هذوك البنابل. شوف هكذا نقلبوها ثواني باك ثواني نقلبوها ومن بعد نزيدو نقلبوها. يعني هي الصوره اللي توضح ساعات الواحد ما يعرفش يهضر بصح الصوره هي توضح. شفتوا هاني غير نقلب فيها نقعد غير نقلب فيها ونحطها في ساشي ونغطي عليها بطرشونه ونخليوها باش تحرق على بعضها حبه فوق حبه حبه فوق حبه تكملوهم تلقاوهم كل طريين. شوفوا لهنا نوريكم طريقه باش تحلوهم ثمثم. شفتوا كيفاش نحلوا البقلاوه هكذا راح نحلوهم هذو. زيد بصح نخدموا بالزوج باش تجينا سهله ونظمنا بالما ماشي يلصقوا. حليتها شويه من بعد درت لها الفارينه وحليت خوتها حطيتهم فوق بعضهم وهني نحل فيهم. شوف كيفاش تتهز ضربه واحده. وشنو ديروا الفارينه مسقم كما نقولوا ديروا كونتيتي تاع الفارينه ماشي ديروا غير زغبه ومن بعد تشربها لكم لاباط قد ما تتحل قد ما تشرب لكم الفارينه وتقعدوا. هنا يحلوا بالزوج راح تكملوا ثم الطياب راكم تحلوا وطيبوا. وهنايا جيت نخدم كريمه الجبن من اروع الكريمات اللي جربتها. هنا درت كاس تاع كريمه الطبخ مع كاس تاع حليب مع مغرفه تاع نشا. كريمه الطبخ انا خدمتها تحبوا نحط لكم الوصفه تاعها مش مشكل قولوا لي بك نحطها لكم. حطيتها فوق الغاز وقعدت نحرك فيها حتى نخثرت لنا هكذا شوي. جبت كونتيتي تاع جبن مبشور. هنا تحبوا تخدموا بجبن مثلثات لكم حريه الاختيار فهمتوني. انا درت هذاك الجبن المبشور درت كما شفتوني كيلة ومن بعد درت هذا الخبز تاع البرجر. صدقوني راح يمدلكم واحد البنه تقدروا تخدموا غير زوج كيما نقولوا زوج شرائح احيفيو بالغرض يا يمدلكم واحد البنه. هي البنات اقسم بالله غير روعه. كيما قلت لكم تحبوا نعطيكم لا ريسيت تاع كريمه الطبخ ماهوش مشكل قولوا لي بك الفيديو الجاي نديرها لكم. غطيتها وحطيتها اكوتي باش يذوب لنا هذاك الفرماج اللي درناه. ومن بعد نروحوا نطيبوا الدجاج نتاعنا. شوف درت فيه مقله شويه تاع الزيت وطيبته يكون في النار تاعو درجه الحراره تكون قويه باش الدجاج هذاك ما يطلق لناش الماء نتاعو وثمثم يا حمار فهمتوني.
ومن بعد نحكم هذيك تجي كريمه الجبن، نجيب نخلطها فوق الدجاج هذا بعد ما طاب، فهمتوني؟ بعد ما طاب الدجاج هكذا نفرغها كريمه الجبن، نفرغها فوق الدجاج ونخلي كونتيتي باش نديكوريو بها من فوقها، باسكو راح نديروه في الفوريغي. هنا راني نوريكم نعاود في هذاك الخبز كيفاش يجي. بديت نشكل فيه. انا البلان تاعي كبير بزاف، كبير، هذا هو البلان الكبير خلاص فيه تاع الدجاج، فهمتوني؟ نتوما كل واحد يخدم على حسب افراد العائله تاعو. حطيتها 4 هكذا مليح، كما نقولوا غطيت القاعده ودرتو على الجناب هكذا. درت البطاطا كنت قاليتها، درت لها شويه ملح وحطيتها وفرغت هذاك الدجاج من فوق هكذا. درت هذاك الدجاج من فوق كامل ومن بعد سكرته. هنا ما درتش الفرماج، علاش؟ باسكو كريمه الجبن راهي مفرمجه واحد البنه فيها مش نورمال. وتوابل تاع الدجاج ديروا كيما ما ديت لكم انا، ما تزيدوا ما تنقصوا، راح يجيكم واحد البنه يا البنات صدقوني ولا غير روعه. هنا كيما شفتوني سكرتها بالطريقه اللي شفتوني اللي راهي موضحه في الفيديو. ومن بعد جبت هذيك كريمه الجبن اللي قعدت لي كامل، فرغتها من فوق وزدت رابيت عليها شويه تاع فرماج رابي هكذا من فوق باش يتقراتي لنا مليح. ومن بعد جبت هذاك الجبن المثلثات، قعدوا لي غير هذو 3 حطيتهم هكذا في النص ولحتو في الفور يكون شاعل من فوق ومن تحت على اعلى درجه، بس ما نقولوا تحمر لنا بك، تحمر لي هكذا شويه وجبدته هكذا. شوفوا حتى تحصلوا على واحد الطاكوس قد ما نشكروا. يا والبنه نتاعو مازال دوك في فمي، راني نخدم فيه هكذا ديجا، دوك راني نخدم في الفيديو ولا غير تشهيتو صدقوني يجيب بنين 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 ما شاء الله ما شاء الله، والله غير خير من تاع برا. راني نشكر فيه وانا عاود جربوا الوصفه وقولوا لي. وهنا البنات تقدروا تخدموا كيما نقولوا، تخدموا مش كيما درت انا في البلاطو الكبير، اخدموا كل واحد حبه تاعو حطوهم في الفور، حطوهم على الجهه اللي سكرتوا عليها وديروا لهم شويه تاع كريمه الجبن وخبيوها. هنا وريت لكم طريقه تاع الاستحفاظ تاع كيفاش تخبيوها في الكونجيلاتور. شوفوا قد ما تسحقوا 4 5 5 ديروهم في ساشي هكذا، 4 5 5 كل وحده عدد الافراد تاعها ديروهم في ساشي ونحيوا لها النفس هذاك هكذا ولوحوها في الكونجيلاتور، فهمتوني؟ قبل ما تخدموا بها جبدوها من الكونجيلاتور بساعه ولا غطيوها مليح بطرشونه وخليوها تديكونجلا وحدها، فهمتوا؟ ما تمسوهاش حتى نديكونجلا باش ما تطرطق لكمش باسكو تكون جامده. كي تديكونجلا خدموا. هذو كانوا 2 وصفات تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبكم، نكون خفيفه عليكم. سمحوا لي اذا كان الفيديو شويه طويل، ميسيت نفيدكم بمعلومات يعني شفتكم تسحقوهم. تلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.